السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. إخواني وأخواتي، معنا نبتة من النباتات الطبية، نبتة معروفة وقديمة وحديثة تستخدم في مجال الطب. هذه النبتة هي نبتة دوائية وليست نبتة غذائية، لأن النباتات إما أن تكون دوائية غذائية أو تكون دوائية فقط، أي بمعنى أن هذه النبتة التي سوف أتكلم عنها تستخدم في حالة المرض، أي عند حاجة استخدام هذه النبتة. طبعا هذه النبتة ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم ومعروفة ومشهورة، ألا وهي نبتة العود الهندي أو ما يسمى بالقسط البحري. هذا هو العود الهندي الذي ترونه الآن أمامكم. هذا العود الهندي، طبعا جذور نباتية أو من خشب الشجر الهندي، ينبت في الهند ويؤتى من الهند. هذا العود الهندي ينقسم إلى قسمين: العود الهندي والقسط البحري. طبعا يستخدم في الهند ويستخدم في الصين بشكل كبير في إدرار البول وإدرار الطمث ولما أمراض عدة، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا عنه وأوصانا به، ويكفينا صلى الله عليه وسلم هاديا لنا ومرشدا لنا لهذه النبتة الطبية. فجاء في الصحيحين، في صحيح مسلم وصحيح البخاري، أنه صلى الله عليه وسلم قال عن هذه النبتة، قال: إن أمثل ما تداويتم به الحجامة والقسط البحري. وقال صلى الله عليه وسلم: عليكم بهذا العود الهندي فإن فيه 7 أشفية منها ذات الجنب، أي ذكر ذات الجنب أي مرض من الأمراض التي تشفيه بإذن الله سبحانه وتعالى هذه العشبة أو هذه النبتة. وقال صلى الله عليه وسلم: لا تعذبوا صبيانكم بالغمز من العذرة وعليكم بالقسط. طبعا استخدامات هذا العود الهندي لأمراض كثيرة جدا. هذه النبتة عظيمة يا أخواني. هذه النبتة ما ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم إلا لأهميتها في مجال الطب، ولكن كثير من الناس يجهلون هذه النبتة، وقد يجهلها بعض الأطباء وقد يجهلها بعض الخبراء في الأعشاب. أما من ركز على هذه النبتة في العلاج فإنه سوف يجد فيها فوائد عظيمة جدا. من استخدامات هذه النبتة أو بمعنى هذا العود الهندي، فإنه يستخدم في علاج الصداع والشقيقة. يستخدم على هيئة دهان، هذا على هيئة دهان. يستخدم زيت العود الهندي، يستخدم هذا الزيت بالدهن على الرأس، دهن الرأس، أو يقطر عن طريق الأنف، وتسمى هذه العملية عملية الصعوط، تسمى عملية الصعوط. أيضا كذلك بالتقطير في الأنف ينفع في مشاكل الجيوب الأنفية، ينفع في مشاكل الجيوب الأنفية، وينفع في حساسية الأنف. يستخدم كذلك لأمراض الصدر، ومنها كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم ذات الجنب، وهو السل أو ما يسمى الآن بالسل، وهو التهاب في الغشاء المحيط بالرئة. طبعا كذلك يستخدم في مشاكل الجهاز الهضمي عامة، مفيد جدا 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 للجهاز الهضمي، مفيد لتقرحات وقرحة المعدة، مفيد للغازات والانتفاخات، كذلك مفيد للنساء بشكل كبير، مشاكل الطمث أو آلام الرحم، أو كذلك ما يسمى بتكيس المبايض أو تليف الرحم، فأني أنصح باستخدام هذا العود الهندي. طبعا العود الهندي مفيد جدا جدا لأمراض اللوزتين والغدد، وهذا ما أشار إليه النبي صلى الله عليه وسلم في قوله: لا تعذبوا صبيانكم بالغمز من العذرة وعليكم بالقسط. الغمز هو الضغط على اللوز. في السابق كان الأطفال إذا التهبت عندهم اللوز كانوا يضغطون على هذا اللوز، والآن بعض الناس يفعل هذا الشيء.
أو من المشاكل التي تحصل طبية أنه يقرر عملية استئصال هذه اللوز، مع أن الله سبحانه وتعالى خلق هذا اللوز ولها فوائد كثيرة. هناك طريقة أفضل من استئصال هذه العملية، وأنا بنفسي عالجت بعض الحالات التي قرر عليها استئصال عملية اللوز بهذا العود الهندي. قال النبي صلى الله عليه وسلم: عليكم بالقسط، أي بمعنى عالجوا التهاب اللوز أو مشاكل الحلق بالعود الهندي. كذلك ينفع في مشاكل الغدد عامة واضطرابات الهرمونات، وخصوصا الغدة الدرقية أو كسل الغدة الدرقية أو نشاط الغدة الدرقية، أو كذلك التضخم الذي يكون في الغدة الدرقية خصوصا عند النساء. طبعا أذكر لكم بعض استخدامات هذا العود الهندي. هذا وشكل العود الهندي قبل الطحن، وبعد الطحن يكون بهذا الشكل الذي ترونه الآن أمامكم. هذا العود الهندي بعد طحنه، طبعا أشبه ما يكون بالبخور، لأنه أصلا هو عود ولكنه شديد المرارة، ليس له رائحة جميلة. الطريقة المعروفة في استخدام العود الهندي، سوف أصف لكم طريقة سهلة وبسيطة، ولكنها قد لا يستصيغها بعض الناس لمرارة طعم العود الهندي. طبعا يكون عندك قارورة ماء أو كوب ماء مثلا بهذه الطريقة، ثم تأخذ بمقدار ملعقة السكر من هذا العود المطحون هذه الطريقة، ثم تضعه بهذا الشكل، ثم تقوم برج القارورة حتى يذوب العود الهندي في الماء. طبعا هذا الاستخدام استخدام مباشر للعود الهندي. هناك استخدامات أخرى، تحاول أن تشرب هذا الكوب تحاول أنك في دفعة واحدة أو في دفعتين إن استطعت، وسوف أشرب أمامكم. بسم الله. لماذا أنا أشرب؟ لأن تعودت عليه. بعض الناس ما يستصيغه لأنه يجد فيه مرارة فيرفضه، بينما المرارة هذه فيها فوائد كثيرة. من استخدامات كذلك القسط الهندي أن يتم تبخير هذا المطحون من العود الهندي على هيئة بخور يكون في المنزل. طبعا من الأسرار العظيمة لهذا العود الهندي أنه يطرد الجن والشياطين والعفاريت، أي بمعنى أنه يتعب المس العارض، أي كثير من الشياطين والجن ينفرون ويتأذون من هذا العود الهندي. كذلك من استخداماته أن يستخدم على هيئة كريم للأمراض الجلدية، كما ترون الآن أمامكم هذا الكريم من العسل وبعض الأعشاب، وفيه عشبة العود الهندي، يستخدم لأمراض الصدفية، الإكزيما، النمش، الكلف، لعدة أمراض جلدية، فإنه ينفع بإذن الله سبحانه وتعالى. من محظورات استخدام العود الهندي أنه لا يستخدم بعض الأدوية الطبية. على سبيل المثال، لا الحصر، أن لا يستخدم مع الإسبرين. لماذا؟ لأن الإسبرين مسيل للدم، فالمرضى المصابون بالجلطات يستخدمون الإسبرين حتى يذيب لهم هذه الجلطات. يا أخوان، استخدام العود الهندي أفضل من استخدام الإسبرين. الإسبرين يسيل الدم، أما العود الهندي بإذن الله سبحانه وتعالى يذيب هذه الجلطات بشكل كبير جدا ويسيل الدم. كذلك لا يستخدم الإسبرين مع القسط الهندي حتى لا يكون هناك زيادة في سيلان الدم، مما يؤدي إلى شيء لا يحمد عقباه. وأنا أنصح الناس بعدم الاستخدامات العشوائية من الوصفات العشوائية باستخدام هذه النباتات الطبية. وهناك فلذلك بعضهم يحصل عنده اضطرابات باستخدام هذه الأعشاب مع بعض الأدوية الكيميائية، وبعضهم قد لا يجد الفائدة، وما ذلك عيب في النبتة الطبية، ولكن العيب أو الخطأ في استخدام هذه النباتات الطبية بطريقة عشوائية. يأخذ الوصفة وينزلها على نفسه، والوصفات التي توصف من ضمن بعض المختصين
قد تكون تنفع شخص دون شخص، وحال شخص دون حال شخص. ولذلك أنصح بمن يريد أن يتعالج ويجد الفوائد العظيمة والسريعة من هذه النباتات أن يستخدم هذه النباتات الطبية والأعشاب تحت إشراف متخصص طبي، أي تحت إشراف إنسان عنده شهادة متخصصة بهذا النحو، أو عنده علم وخبرة في علاج هذه الأمراض، بحيث أنه يعطيه كميات وجرعات معينة لمدة معينة وبطريقة معينة بإذن الله سبحانه وتعالى يستفيد منها. ولا أنصح بالطريقة العشوائية. طبعا العود الهندي يا إخواني ويا أخواتي مضاد حيوي قوي جدا 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 بإذن الله سبحانه وتعالى، فاستخدامه كمضاد ينفع. من استخدامات العود الهندي أن يستخدم مع العسل، أي بمعنى أن تخلط العود الهندي أو عشبة العود الهندي مع العسل، ويستخدم 2 أو 3 مرات في اليوم. العود الهندي يا أحبتي في الله قبل أن يكتشفه بعض الأطباء أو بعض أنا أتكلم عنه وأقول لكم إني وجدت فيه فوائد كثيرة، بل إني أرتكز عليه في علاجات كثيرة عندي للأمراض وأستخدمه بجميع الوسائل أو الطرق التي ذكرتها. أستخدمه عن طريق الطحن بهذه الطريقة مع العسل، استخدمه مع العسل، وكذلك أستخدمه بطريقة العصر، أعصر هذا العود حتى يكون على هيئة زيت أو دهان، ويستخدم مع بعض الزيوت في مشاكل العضلات والمفاصل، ويستخدم في الجيوب الأنفية، ويستخدم كذلك لأمراض الصداع. كذلك أستخدمه في عملية الكريمات للأمراض الجلدية، الأكزيما، الصدفية، وجدت فيه منافع كثيرة. وأعظم من ذلك كله ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم في التوصية بهذه النبتة بقول صلوات الله وسلامه عليه: عليكم بهذا العود الهندي فإن فيه 7 أشفية. 7 أشفية أي 7 أشفية من 7 أمراض. 7 أشفية من 7 أمراض، ذكر منها النبي صلى الله عليه وسلم 2 وهو ذات الجنب، وذكر منها النبي صلى الله عليه وسلم التهاب اللوز، ثم بعد ذلك لم ترك ال5 لنا. ولكن وجدت أن هذا العود الهندي يشفي لأمراض كثيرة جدا. والنبي صلى الله عليه وسلم ذكر ال7 لا على سبيل الحصر، إنما على سبيل المعرفة صلوات الله وسلامه عليه. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيكم ويعافيكم وأن ينفعكم بما سمعتم، وإلى لقاء آخر مع نبتة من النباتات الطبية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.